تأملات قرآنية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سلسلة رمضانية من إعداد وتقديم دكتور عويس النجار، إخراج أبو بكر سهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. من البلاغة القرآنية أن فرق القرآن بين لفظ زوجة ولفظ امرأة، فأطلق الله سبحانه وتعالى لفظ الزوجة على الحالات التي تكون فيها المرأة على توافق مع زوجها من ناحية الدين والعقيدة أو من ناحية التوافق النفسي، بينما جاء لفظ المرأة في القرآن الكريم ليدل على جنس المرأة والأنثى عموما. وكذلك أطلق هذا اللفظ على الزوجة التي انقطعت صلتها بزوجها من ناحية العقيدة أو التوافق النفسي أو لعدم وجود الذرية، كحال امرأة فرعون. فامرأة فرعون آمنت بنبي الله موسى عليه السلام وصدقت بدعوته، وافترقت بذلك عن زوجها لإدراكها طريق الهداية. وكذلك الحال مع امرأتي نوح ولوط عليهما السلام، اللتين افترقتا عن زوجيهما في العقيدة، فورد ذكرهما في القرآن الكريم كامرأتين. قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. أما لفظ الزوجة في القرآن الكريم فيطلق على الحالات التي تكون فيها المرأة على توافق مع زوجها من ناحية الدين والعقيدة أو كذلك من ناحية التوافق النفسي. قال تعالى في حق زكريا عليه السلام: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغدا يتجدد اللقاء مع حلقة جديدة من تأملات قرآنية، ونترككم في رعاية الله وحفظه، مع تحيات رضا عبد السلام.